في وصفة النهاردة هقولك كل أسرار الحليب المحلى المكثف. هنقدمه بطريقتين الاتنين أحلى من بعض. طبعا هو ليه استخدامات كتير قوي في الحلويات، في الآيس كريم، في السينابون. إن شاء الله جربوه يعجبكم ويغنيكي تماما إنك تشتريه من بره بالأسعار الغالية المبالغ فيها دي. يلا في الأول قبل ما نبتدي حلقة النهاردة يا ريت نصلي على الرسول. اول حاجه جهزت الخلاط ونزلت بكوبايه من الحليب البودر، يفضل يكون نوعيته كويسه وكامل الدسم. هنزل بكوبايه الا ربع من السكر على نص كوبايه من الميه المغليه وبدون اضافه الزبده ولا اي حاجه. عاوزه اقول لكم طعمه كان اكتر من رائع. هنشغل الخلاط لمده نص دقيقه كده وبعد كده نقفل وندي تقلبتين تلاتة ونرجع نشغل الخلاط تاني. طولي شويه عشان كله يتجانس مع بعض ونتاكد ان السكر داب مع الحليب. كمان تقدري تتحكمي في كميه السكر، يعني معاكي من كوبايه الا ربع لكوبايه وما تزوديش عن كده عشان ما يجزعش معاكي. بالنسبه لي انا كوبايه الا ربع في الوصفتين كانوا اكتر من رائع. هنزل بقى بالكميه كلها، شايفين ما شاء الله عملنا كميه حلوه. اسيبه يبرد وادخله على التلاجة ساعه والتانيه عقبال ما نعمل الحليب المحلى الاقتصادي، والطريقه دي بالنسبه لي مفضله جدا جدا. نزلت بكوبايتين من الحليب ونفس معيار السكر كوبايه الا ربع. هسيب بقى الحل على النار بس طبعا متابعه لانه بيفور وبيبهدل الدنيا. هدي بقى النار خالص، معلش هو بيطول شويه، يقعد معاكي من 20 ل 25 دقيقه اكننا بنعمل شربات بالظبط لحد لما نوصل للشكل واللون المصفر شويه اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا الكميه بتاعته تنزل للنص بالتقريب. كده خلاص هقفل بقى عليه. شايفين اللون يا جماعه؟ الطريقه دي سهله واقتصاديه بدون الحليب البودر، خطيره في الطعم. يتهيأ لكم كده ان هو خفيف، لكن بعد لما يبرد تماما هدخله على التلاجة برضو ساعة والتانية ونشوفه مع بعض. ده أول نوع معانا بالحليب البودر وبدون إضافة الزبدة، لازم تجربوه. شايفين بقى القوام خطير، كمان السكر بتاعه مظبوط ما يجزعش أبدا. وادي بقى النوع التاني اللي انا بحبه جدا جدا. على فكرة ساعات كتير اعمل كوباية شاي لو عندي كيك ولا حاجة واضيف على الشاي منه معلقة بدون السكر، بيكون طعمه اكتر من رائع. طبعا هو ليه استخدامات كتير زي ما انتم عارفين. السينابون، معظم الحلويات اللي حابين تستخدموا فيها الحليب المكثف المحلى. انا قدمته لكم بطريقتين، اللي تعجبكم واللي متوفر عندكم اشتغلوا بيه. يعني لو مش عندك حليب بودر وعاوزة تعمليه اعمليه بالطريقة التانية، مش هتندمي ابدا. على فكرة طعمه كان تحفة. شايفين القوام؟ الاتنين بصراحة أحلى من بعض. لو وصلتوا بقى لحد هنا اوعوا بقى تنسونا في خالص الدعاء ولايك وشير لو الفيديو عجبكم، وباي باي.